مايسترو سامي يعطينا اللقطه كما خرجت الكره. اذا عبيد شارف امام الحارس دوخه في الدقيقه 23. عبيد شارف ودوخه من سيفوز في هذه الكره. عبيد شارف يسجل، عفوا عبيد، انا قلت عبيد شارف. عبيد يسجل. عبيد شارف هو الحكم، وعبيد يسجل الهدف الاول لصالح مولودية الجزائر في الدقيقة 24. هدف اهتز له فريق وطبعا أنصار مولودية الجزائر بعد هذه ضربة الجزاء هذه التي كانت منفذة ومشى جهتها للحارس، ولكن عبيد كانت ربما التسديده تاعو قويه. لا كانت تسديده قويه، يعني الحارس دوخه مشى يعني في مسار الكره، كان في لطرش الكره تاع الكره، لكن الكره كانت منفذه في شبيبه القبائل امام طبعا مرأى من زملائه والجمهور الغفير الذي يحضر هذه المقابله الكلاسيكيه بين الشبيبه ومولودية الجزائر. اذا دياورا راح ينفذ ضربة الجزاء هذه. دياورا وشوشي ويسجل. دياورا يسجل هدف التعادل. دياورا بضربة الجزاء. اذا الهدفين جاء عن طريق ضربة الجزاء بالنسبة لفريق مولودية الجزائر في الدقيقة 24. وفي الدقيقة 35 دياورا لشبيبة القبائل عن طريق ضربة الجزاء. وطبعا الجمهور بعد هذه المحاولة. نعم ضربة جزاء كانت واضحة. دياورا يسدد يعني على يسار الحارس شوشي اللي بقدر يعمل حتى شيء في هذه اللقطة. يعني ضربة جزاء كانت شرعية. نعم يعني ضربة الكرة من برشيش وميباركي دون ان يراقب الكرة على فولي يضرب الكرة في شباك الحارس شوشي. اذا شيء هاي الكرة شوف ميباركي كيفاش طلب الكرة. كانوا لاعبين نعم على واحد هنا على حشود. كان